يوم صباحيتي حماتي عملت اللي ما كنتش اتوقعه لما طردت اهلي يوم الصباحيه الصبح من على السلم من تحت، ورفضت ان هي تخليهم يطلعوا الشقه. صاحبه المشكله بتاعت النهارده بعتها وبتقول: امي الحمد لله مجهزاني احسن جهاز بس على قد ظروفنا، يعني كان في حاجات كتير ما بتجيبهاش، بس تجيب مثلا بدل ما تجيب من الحاجه كذا حاجه كانت بتجيب حاجه واحده. ما فيش حاجه ناقصاني والحمد لله، بس الاعداد مش كتيره زي ما الناس بتعمل الايام دي اللي بتجيب من طقم الحلل الواحد نوع واثنين وثلاثه. لا، امي كانت بتجيب لي من كل حاجه نوع واحد بس. جت حماتي ايام الفرش بقت تعترض وبقت تمسك عريسي وتفضل تزعق فيه وتقول له: هو ايه اللي انا سايبك جايبينه ده؟ فين الحاجه اللي هنملي بيها عين الناس؟ فين الناس هتيجي تتفرج على الشقه نقول لهم ايه؟ يقول لها: يا ماما ما هم جايبين من كل حاجه، هم مفيش حاجه ناقصه. تقول له: بس جايبين حاجات واحده، مش جايبين من كل حاجه اتنين وتلاته زي بنت عمتك وبنت خالتك وبنت مش عارف مين ومين ومين، وتعد له ناس. وهو بصراحه كتر خيره ما كانش بيقول لي حاجه. والمفاجاه كانت بالنسبه لي يوم الصباحيه لما امي جت جايه لي بالصباحيه وحماتي وقفت لها على السلم وقالت لها: ما انتش طالعه، انتش طالعه الشقه ديت ولا رجلك داخله فيها؟ قالت لها: ليه بس يا حاجه؟ انت ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مش هطلع لبنتي؟ هتمنعيني من شقه بنتي؟ قالت لها: ايوه همنعك، لما تبقي تجيبي اللي ناقص لبنتك زي بقيه الناس اللي في الشارع اللي بيجيبوا كلهم والبنات اللي بتدخل ابقي